لو لسه ما جربتوش البيض بالشوفان تعالوا اقول لكم على الطريقة وتجربوا. هنجيب بولة هننزل فيها بمعلقتين من الشوفان، وهننزل عليهم بربع كوباية من الحليب الدافي، وهنسيبهم على جنب لمدة دقيقتين. وبعد كده هننزل عليهم ببيضتين، وحطيت عليهم ملح زي ما تحبي. انا حطيت معلقة صغيرة من الملح، وكمان حطيت رشة فلفل. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس قوي. وبعد كده على النار في طاسة هنحط معلقة كبيرة من الزيت، أو ممكن كمان تحطي مكعب من الزبدة زي ما تحبي. وبعد كده هننزل عليها بالخليط اللي احنا عملناه ده بالشكل ده كده، وهنسيبها بقى لمدة دقيقة كده أو دقيقتين لحد ما أحس إن هي استوت تماما من تحت، وينفع إن أنا أقلبها علشان تستوي من الناحية التانية. أول ما ألاقيها بقى استوت بالشكل ده أحاول إن أنا أقلبها بالراحة على الناحية التانية علشان تستوي. بتاخد كمان دقيقة واحدة بس وبكده بتكون استوت معاكِ. تقدري بقى إن أنتِ تقطّعيها وياكلوها بالعيش في الساندوتشات، أو ياكلوها كده شرايح زي البيتزا. بجد فطار سريع وسهل جدًا ولذيذ وطعمه حلو أوي وهيعجب الولاد عندِك. أتمنى إن أنتِ تجربيه وهاستنى رأيكم في الcomments. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وكمان لو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا واستنوا إن شاء الله الوصفات اللي جاية.